بيبدأ الفيلم سنة 2009 لما بابا جينك بيوصلها للمدرسة، وبعدها هيسافر لمدينة تانية جوه تايلاند عشان عنده شغل. بس هي بتبقى شاكة إن باباها على علاقة بواحدة تانية ومسافر لها، فبتقرر تهرب من المدرسة وتروح تراقبه. وبيكون مستني جينك في العربية صديقها بالم اللي مشغلة مرمطون معاها ومخلياه يمشي ورا باباها علشان تعرف هو هيروح فين. وبتلاقي باباها فعلا رايح في طريق المطار، وبتاخد من بالم الفيزا بتاعته وبتسحب فلوس علشان قررت فجأة إنها هتسافر ورا باباها. وبيقول لها بالم الفلوس اللي انت خدتيها دي كتير على تذكره. فقالت له لا يا حبيبي، ما انا هقطع تذكرتين. فصفرته معاها بالعافيه وراحت ورا باباها على الفندق اللي نزل فيه، واتسحبوا ودخلوا الاوضه اللي جنب اوضه باباها. وحاولت تسمع اي حاجه من خلال الحيطه، بس قالت لبالم انها مش سامعه علشان الحيطه سميكه ومش بتوصل الصوت. فبالم قال لها لا، التصنت ما يبقاش كده، احنا نسمع من فتحه الكهرباء. ولما سمع قال لها لا، الحيطه سميكه زي ما انت قلتي، انت ما كدبتيش، يلا بينا نمشي. فقالت له لا، ده انت اللي بتكذب عليا وانا عايزه اسمع. فمنعها انها تسمع، وقالت له ياه للدرجه دي بابا طلع شوجر دادي. وخدها ومشيوا وراحوا على المطار عشان يسافروا. وفي الطياره بتقعد بقى تنوح شويه وهي مغطيه وشها كده، وقالت لبالم انا كنت فاكره ان بابا بيحبني انا وماما. فقال لها حبيبتي، حتى لو باباكي مش بيحبك انا بحبك. فمسكت في الكلمه الصراحه مع حق يعني، وقالت له هو انت تقصد ايه بكلمه بحبك دي؟ فقال لها بحبك بجد. قالت له الله يعمر بيتك. قال لها يا بنتي انت تبقي البيست فريند بتاعتي اصلا. قالت له الله يخرب بيتك. وقال لها كلام بقى من نوعيه ان الاصدقاء مش ممكن يزعلوا من بعض ولا ينفصلوا عن بعض. فقالت له لا، وفر كلامك بقى اللي هو بتاع احنا اللي بينا اكبر من الحب، ولو شفتك عريانه غطيكي، ولو شفتك جعانه اكلك، وبتقوم وبتسيبه. وكان يوم يسوح يوم ما قال لها احنا اصحاب، لانها بعد كده قالت له انها ارتبطت بلويس زميلهم اللي هو تامر حسني بتاع المدرسه. فبيحس بالم وقتها بغيره كده، وبيتخيل انه بيكسر الجيتار على لويس، بس بعد كده بيفتكر ان هو اللي قال لهم ان هم اصحاب اصلا يعني. وبعدها ب10 سنين سنه 2019 بنشوف بالم واقف في فرح بيتكلم مع شله سناجل البائسين، وكان بيحكي لهم على جينك اللي بيحبها وهو بالنسبه لها صديق. فسالوه هي البنت دي هنا؟ هي اللي واقفه تغني هناك دي. فقالوا لا معاك حق بصراحه تتضايق يعني. فقال له بائس رقم 1 انا برضو حبيبتي موجوده هنا وقاعده ترقص مع حبيبها ومخلياني اروح اجيب لهم حاجه يشربوها. وبائس رقم 2 قال لهم انا بقى حبيبتي مش قادره تنسى حبيبها اللي فركشت معاه ومش شايفاني غير صديق بس. اما بائس رقم 3 قال لهم انا حبيبتي بقى تبقى دحيحه وبتعمل ماجستير ومش فاضيه للحب والكلام الفارغ ده، ومش هتهدى كده الا لما تعمل دكتوراه. المهم الاربعه بيقعدوا يعيطوا لبعض وبيشربوا نخب الفريند زون، وكل واحد قال المده اللي عايش فيها في الفريند زون. فاللي قال سنه، واللي قال 3 سنين، واللي قال 5. بس بالم قال لهم انا بقالي 10 سنين. فتنحوا كده من طول المده وقالوا له يا لهوي 10 سنين وانت محشور في الفريند زون ومش عارف تخرج؟ طب انت ما حاولتش تحب واحده غيرها؟ فحكى لهم ان هو حاول يرتبط على مدار السنين دي، بس كانوا اللي بيرتبط بيهم بيسيبوه لان هم حسوا ان هو مش بيحبهم بجد. وفضلت جينك مرتبطه بلويس لحد ما اتخانقت معاه بعد ما خانها وسابوا بعض، وكل ده كان معاها بالم برضه ومش بيسيبها في اي ظرف صعب. وبعد ما سابت لويس بسنه كانوا مع بعض في حفله تبع شركه الطيران اللي شغال فيها بالم مضيف، وكانت معاه جينك. وفي الحفله عرفته على تيد الملحن وعازف الجيتار اللي هو تامر حسني بتاع تايلاند كلها بقى، وده يبقى الكراش الجديد بتاع جينك. لا هي حالفه انها ما توقعش غير عازفين الجيتار باين. وبرده لما شافوا بالم اتغاظ منه تخيل انه بيكسر الطياره الازاز دي على دماغه، بس بيفوق لما جينك بتروح تقول له هز نفسك وملنا الكوبايه دي. ما هم اصحاب بقى يا جماعه. وبتروح جينك تغني مع تيد، بس وهي بتغني بتقع من على الستيج ورجلها بتتجزع، فبيطلبوا لها الاسعاف. وتيد وبالم بيبقوا عايزين يبقوا معاها، بس المسعف قال لهم هو واحد بس اللي هيطلع العربيه. وطبعا هي مقارنه صعبه جدا، الله يكون في عون جينك. بس هي اختارت تيد، ما هو حبيبها بقى. وبالم كل ده كان بيحكي للبؤساء ال3 اللي مش مصدقين هو ازاي فضل 10 سنين كده. فكمل لهم حكايته مع جينك وقال لهم لا، ما انا مش هفضل في الفريند زون ده كتير جدا يعني. وعلى رأي المثل يا متحمي في الفريند زون يا قاعد في يناير من غير هدوم. فقالوا له امال عملت ايه؟ فحكى لهم ان هو اتعرف على واحده تانية عشان يشوف حياته بقى، وكان قاعد معاها هنا بيتمنى امنيه، بس كلمته جينك وقالت له انها شاكه انها حامل وعايزاه يروح لها دلوقتي على ماليزيا. فقال لها امال فين الشملول بتاعك؟ قالت له هو عنده شغل هنا في ماليزيا، بس هي مش عايزه تقول له حاجه غير لما تتاكد. فخلص المكالمه وجات له حبيبته سالته مش هتقول لي انت تمنيت ايه؟ فقال لها انا بتمنى ان انا امشي. فتنحت طبعا من الصدمه، وبالم سابها وسافر لجينك علشان هو مهزأ. ولما راح سالها ايه اللي خلاكي تشكي انك حامل؟ قالت له اصلي لا مؤاخذه رجعت. فقال لها هو انت بتشوفي دراما مصريه كتير من ورايا ولا ايه؟ المهم فضل جنبها لحد ما عملت الاختبار واطمنت انها مش حامل. فسالها على علاقتها بتيد، قالت له مش مطمنه له، اصل انا من
من ساعه ما رجلي اتجبست وانا ما بقتش معاه في الشغل، هي يعني مديره اعماله فعلى طول معاه في الشغل وكده. المهم جينك بتحكي لبالم ان هو في مره كان بيسجل اغنيه لازم تتغنى بكذا لغه، فقعد يسافر ما بين لاوس وفيتنام والفلبين وماليزيا وقابل مطربات امارات لحد ما راح اندونيسيا، ورحت طبيت عليه هناك وجاب لي ساعة هدية شبه ساعته بالظبط، وانا قلقت هدية من غير مناسبة يبقى عمل حاجة غلط وضميره مقرنبه وش. لا وبعد كده قام بيس ايدي، فقال لها بالم ما تسيبيه بوسها يا فوزية، فقالت له لا ما انا قلقت، فمسكت بقى الموبايل وفتشت فيه ما لقيتش حاجة. اسكت؟ لا. قمت مسكت محفظته لقيت فيها ريسيت لمطعم وكان من ضمن الاكل المطلوب سيزر سلاد ولافا كيك وعصير فراوله بالبابونج. فقال لها يا ساتر يا رب ده انت نكديه يا شيخه فيها ايه يعني؟ قالت له يا ابني ما حدش بيطلب الحاجات الملزقه دي غير البنات افهم. وبعدين راحت مع بالم نفس المطعم وسالها طب انت شاكه ان هو يكون خرج مع مين؟ فقالت له مع المطربه دي، هي شكلها احلى مني سيكا يعني. فقال لها وريني كده. لا هي شكلها احلى منك كتير الحقيقه يعني. فسالت الويترس اللي هناك هي المطربه دي جت هنا من اسبوع؟ فقالت لها لا مش متاكده بس هي متعوده تيجي هنا دايما. وقعد بالم بقى يهديها ويقول لها حتى لو جم عادي، ما ممكن يكونوا جم عشان يتعشوا بعد التسجيل وبعد كده كل واحد روح، هو انت فاضيه يا بنتي؟ المهم بتهدى شويه وبيوصلها بالم الاوتيل وبتشكره ان هو دايما موجود جنبها، وبيسالها هو انت هتسافري فين؟ فقالت له تيد موجود في كمبوديا وانا هسافر له. وفعلا بتسافر له، والمصيبه ان تيد برضه حد جميل وبيعملها كويس، والراجل بصراحه ما فيهوش غلطه يعني زي ما احنا شايفين، بس هي بتفضل تبرم وراه وبتشوف عليه حاجات تشككها ان هو يعرف واحده تانية. اما هنا المضيفه حبيبه بالم بتقول له يختار معاها مكان يسافروا له في الاجازه، بس بيقول لها انه مش عايز يسافر، فبتحس انها مش فارقه معاه، وخصوصا بعد ما سابها فجاه اخر مره، فبتسيبه وتمشي. وبيشوف جينك في المطار وبتحكي له ان هي مسافره لتيد علشان تتاكد من خيانته. فقال لها يا بنتي حرام عليكي، انا حاسس ان انت قلبتي على المفتش كرومبو. فقالت له ولو هسافر يعني هسافر. ولما طلعت الطياره لقت بالم حصلها علشان قرر ما يسيبهاش لوحدها ويسافر معاها. ما خلاص بقى يا بالم ده انت صاحب صاحبته جدا. المهم بيروحوا بالم وجينك يقعدوا في مطعم قصاد الاستوديو اللي بيسجل فيه تيد مع المطربه اللي شاكه فيها، وبيكلمها تيد فيديو كول وبتساله انت هتعمل ايه؟ فقال لها انا هخلص واروح لاني هموت وانام. ولما بينزل من الاستوديو بتبقى متوقعه ان المطربه هتمشي معاه، بس بتتكبس والمطربه بتمشي لوحدها. وبالم قال لها ها هديتي اتبطيتي؟ بس طبعا هي لا بتهدى ولا حاجه لما بتشوفه بيركب عربيه فيها واحده ست. فنزلت بسرعه هي وبالم عشان تروح لتيد على الفندق اللي هو نازل فيه، بس مش بتلاقيه وبتقعد تستناه وبتطلب عصير كتير قوي. فبالم قال لها بس ما كانش ليه لازمه تجيبي كل العصير ده يعني. قالت له انت اهبل، ده مش ليك، ده عشان لما يجي تيد مع الهانم ادلق عليها العصير. مش عارفه ايه الانتقام اللهبل ده. المهم بتستناه كتير ومش بيجي، فبتقلق عليه وبتتصل بيه مش بيرد عليها. فقال لها بالم كلميه من رقم غريب، فلما كلمته رد، فاتصدمت وعرفت ان هو بيعمل حاجه غلط فمش عايز يرد عليها، ومشيت وهي زعلانه. فبيحاول بالم يبرر لها ويقول لها ممكن يكون خرج وشرب كتير فمعرفش يوصل للفندق ونزل في اي مكان قريب، ولما كلمتيه وما ردش عليكي ممكن يكون كان في الحمام. فقامت عبرت عن زعلها بحاجه غريبه جدا وقالت انا ايه اللي جابني هنا، وقامت عملت بايدها كده واتشعلقت بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. والاتوبيس ماشي، بس بالم وسع الطريق للاتوبيس عشان يرجع وانقذها طبعا واحتضنها لان قلبه كبير قوي يعني. والبوليس قال له ايه يا استاذ، ايه اللي مراتك عملته ده؟ فقال لهم لا دي مش مراتي، احنا اصدقاء. فقالوا له لا ما احنا مش في السجل المدني هنا، اللي يهمنا ان انت تخليها تهدى وما تعملش كده تاني، هي فاكره نفسها جاكي شان. اهم قالوا له كده بجد. بعدها بتسافر جينك مع بالم في شغله وبيسيبها وبيقول لها قدامي سفريه كده وهجيلك على طول. فلما بيرجع من السفر بيروح يلاقيها كئيبه وقاعده تاكل وتعيط، وقالت له انا هفضل كده اكل وعيط. فراح جاب لها مزيل الميك اب من شنطتها ومسح لها الهباب ده ومكياجها. ما خلاص يا بالم ده انت ميك اب ارتست جدا. المهم بيخرجها وبيفسحها وبينسيها تيد وام تيد، لدرجه انها رمت الساعه بتاعته في الميه وعرضت على بالم ان هو يروح يسهر معاها النهارده. فطبعا بالم بينه وبين نفسه فرح وافتكر ان هو هيحتسي معاها الشاي، فراح لها وقربت منه وقالت له do you love me؟ فقال لها do you. وقبل ما تقول له do you need me فقالت له لا أنا مش هقدر اعمل زي تيد.
فقال لها ابو شكلك انت وتيد، يعني انت واخداني سلمه عشان تنسيه. فكان هيمشي بس هي راحت وراه واعتذرت له وقالت له هي مش عارفه بتعمل ايه، بس قالت له في الاخر انها قررت تسيب تيد وهتبقى معاه بعد كده. ولما بتروح تقابل تيد في الاستوديو بعد بقى الموال الاسود ده كله، بيسالها امال فين الساعه؟ قالت له نسيتها. وبعدين دخل المطربه يظبط معاها حاجه، فمسكت جينك المايك وقالت له طب على فكره بقى انا ما نسيتش الساعه، انا رميتها في الميه. وقالت له انها عرفت انه بيخونها وانها شافت واحده معاه في العربيه وكل الكلام ده يعني. فالمطربه اتحرجت وقالت لهم طب استاذنكم انا اجيب كيلو سكر من الصين. فقال لها مهندس الصوت خديني معاكي اجيب شاي من الصين برضه. وسابوهم للموقف المحرج ده. والمصيبه ان انا كنت فاكره ان تيد هيطلع مظلوم وان كل ده شك بلا هدف، بس المفاجاه انه قال لها انه فعلا كان يومها مع مطربه كده وخانها فعلا، هو مش عارفه تقريبا لازم يخونها مع مطربه. وقعدت بقى تنوح وقالت له ليه عملت كده والكلام ده، وهو ما خلاهاش تمشي كده وهي زعلانه وقال لها طب اديني فرصه تانية وانا محتاج لك ودي كانت غلطه وكلام الرجاله المعروف ده. فراحت بعد كده على بالم وهو يعني مستنيها بعد ما فركشت، بس هي فاجئته وقالت له معلش بالم انا حاسه ان انا مهزقه سيكا ونويت ادي لتيد فرصه تانية. فقال لها طب وانا؟ قالت له لا احنا اصدقاء وانا مش عايزه اخسرك، احنا لو ارتبطنا ممكن نخسر بعض. وقالت له كل الكلام اللي هو قاله لها قبل كده زمان. فقال لها طب وانتي فقر وبتفقري ليه بحاجه لسه ما حصلتش؟ محدش عارف ايه اللي ممكن يحصل في المستقبل، يظهر كده ان انا كنت غلطان لما قلت لك زمان ان احنا نبقى اصحاب. فقالت له لو ما كنتش عملت كده كان زماننا خسرنا بعض من زمان وشويه كلام من ده يعني. وبعدها هو اللي قرر يقطع علاقته بيها للابد لانه مش شايفها غير حبيبه. وكل ده كان بيحكي لشله البؤساء. بس اللي حصل بعد كده انه فضل بالم مش عارف يشوف حد غير جينك، وعلى الرغم ان جينك رجعت لتيد وكانت علاقتهم كويسه الا انها ما قدرتش تنسى بالم ولا قدرت تنسى ذكرياتهم سوا، وحست انها بتحبه بجد. فراحت له بمنتهى البساطه وقالت له انها سابت تيد وعايزه تكمل حياتها معاه. وعلشان طبعا بالم مهزأ ففرح جدا ورجع لها وقرر يخطبها. وبيفاجئ شله البؤساء وبيقول لهم انه قعد 10 سنين في الفريند زون بس قدر بعدها يوصل لقلب حبيبته ووراهم دبلة الخطوبه ولبس الخاتم لجينك قدام الناس في الفرح اللي هم كانوا مدعوين ليه. والفيلم بيخلص. نكون قد وصلنا الى نهايه هذا الفيديو. اذا اعجبكم وتريدون المزيد من هذه الفيديوهات اضغطوا على زر لايك واخبرونا في التعليقات، ولا تنسوا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس لتكونوا أول من يتوصل بالفيديو القادم. نلتقي في الحلقة القادمة، إلى اللقاء.